ازاي ما اعملهاش وهي من غير ولا لبن ولا دقيق ولا خميرة كمان؟ هنعملها بكوباية واحدة من السكر وشوية مية. هنعمل احلى قشطة حلاوة المولد. طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، وطعمها طبعا ولا احلى من كده. هنعملها مع بعض. اول حاجه جبت كوبايه من السكر، حطيتها على النار، عليها تلت كوبايه من الميه، عليها تلت كوبايه من عسل الجلوكوز، عليها عصره ليمونه، وهسيبهم يغلوا 3 دقايق بالظبط. بعد كده هجيب تلت كوبايه من الميه، عليهم معلقتين كبار من عسل الجيلاتين، وبدأت ان انا اقلبهم وهسيبهم شويه لغايه ما يبدأ ان هو يمسك شويه. بعد كده هجيب الحاجة اللي انا بجهز فيها. هحط اول حاجة ايا كانت البولة هحط عليها الكيس وهفرده، وهحط كمان زيت، وده لازم. عايزة تحطي بقى، انا حطيت شوية من جوز الهند وعليه الزبيب، وحطيت كمان عندك الفواكه المسكرة دي تحفة. انا حطيت نص جوز هند ونص لا، لان انا عندي مش كل البيت بيحب الجوز الهند. ادي هنا كان جيلاتين اتماسك، وهنا غلت حوالي 3 دقايق 4 دقايق. بعد كده بحطها على طول على بعض، ببدأ ان انا اضربهم لمدة 5 دقايق، ما بفصلش خالص الهند. يا هند مضرب كهربا، او لو العجان عندك، لكن غير كده مفيش، مش هيطلع معاكي بنفس القوام ده. شايفين ازاي القوام بيجي يتحول للون ابيض؟ على طول بحطه على الكيس اللي انا حطيت فيه الجوز الهند والزبيب والمكسرات او الفواكه المسكرة. ببدأ ان انا انزله بسرعة لان هو بيتماسك، وبحط من فوق فواكه مسكرة، بحط زبيب. حطيت برضو النص اللي انا حاطه فيه جوز هند، حطيته برضو من فوق جوز هند، بس ما تصورتش الحتة دي. تتبقى الفواكه المسكرة، وهحط كمان الزبيب. شايفين شكلها؟ اللهم بارك، الشكل والطعم خطير. حطيتها بقى، انا سبتها بالظبط، هنا كنت سايباها نص ساعة بالظبط. طبعا هي كانت محتاجة اكتر، او انا كنت حطاها نص ساعة برا التلاجة، لكن انتي لو مستعجلة تحطي نص ساعة جوه التلاجة هتلاقيها اتمسكت بسرعة. انا بعد ما قطعتها رحت رجعتها تاني في التلاجة بالظبط، اخدت 3 4 دقايق، ما كملتش ال5 دقايق والله يا بنات، وكانت اتمسكت معايا واتاكلت كمان. طعمها خطير، هي فعلا طعمها احلى من جاهز بكتير. يعني انا كنت بشتري مكعب اللي هو طويل طول كان ب5 جنيه. فعايزاكم تجربوها وتقولولي رأيكم فيها ايه.